طيب ازيكم يا جماعه. كنت من كام يوم كده بتفرج على فيلم هيبتا، مره مش عارفه الكام في حياتي. فالمهم يعني في كل شابتر في الفيلم بيجيب لك جمله كده من الشابتر ده اللي المفروض موجوده في الكتاب. ففي جمله انا بحبها قوي دايما بتبقى موجوده، يعني بتقول لك الحلول التقليديه لا جديد فيها لذلك هي فعاله. الحلول التقليديه نقدر نقول انها مش مميزه، يعني ما فيهاش creativity او ما فيهاش حاجه جديده، يعني ما فيهاش معاناه، وحتى لو فيها معاناه بنبقى احنا عارفين اولها واخرها ايه. لما بفكر في كلمه تقليدي بحس ان هي مش شرط تبقى بالبشاعه اللي ممكن البني ادم يتجنبها، زي مثلا فكره الجواز التقليدي اللي هو جواز الصالونات. من الاخر انا مش معاها كفكره ومش ضدها، يعني لو حد قال لي مثلا انا اتجوزت جواز صالونات مش هتجنب، او اللي هو ايه ليه اتجوزت جواز صالونات يعني. في ناس بتعمل كده فعلا، يعني بتستغرب يعني، او اللي هو لا انا مستحيل اتجوز جواز صالونات. رغم لما انا فكرت فيها ككونسبت هو مش سيء ومش حلو في نفس الوقت، يعني هو مش وحش ومش حلو. اللي مثلا بيبقى ضد فكرة الجواز التقليدي بيبقى شايف ان الجواز الحب هو اللي بيستمر، هو اللي بيفضل، هو اللي مش بنتبهدل احنا بعد كده في المحاكم. رغم ان مش شرط خالص، يعني انا اعرف ناس كتير جدا متجوزين عن حب ومبهدلين عادي في المحاكم، مفيش مشكله. والجواز التقليدي، الناس اللي اتجوزت جواز تقليدي عادي مكمله حياتها وعايشين ومبسوطين وبيحبوا بعض، والعكس صحيح، في كده وفي كده. فهي بحس ان البدايه والنهايه بتاعتها ملهاش علاقه قوي بالطريقه التقليديه على قد ما هي بتبقى ليها علاقه بالبني ادمين نفسهم. وانا مش مع او ضد الجواز التقليدي او الحب، لان في الحالتين النهايه بتبقى واحده، جواز. انا مش جايه اتكلم عن جواز الصالونات، انا مش جايه اتكلم عن الجواز عموما، انا بس جبته كمثال للموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه. التقليديه مش شرط انت تحبها او تستسلم ليها في اي حاجه في حياتك، سواء بقى مهنه تقليديه، جواز تقليدي، بيت تقليدي، اي حاجه تندرج تحت كلمه التقليديه. احنا بنخاف منها ككونسبت، بالذات لو احنا لسه شباب، علشان كل واحد زي ما قلت لك قبل كده بيبقى عايز يبقى مميز في الحته بتاعته. لكن مش شرط تبقى بالبشاعه اللي انت تكون متخيلها، يعني لو جيت تحلها، لان هي متوقعه، فهي ما فيهاش جديد يعني. فاحنا عارفين ان السيستم هيمشي ازاي يعني، فمش بتحس بالتميز من الاخر. بصراحه انا جايه ادافع شويه عن كونسبت التقليديه، لان هي مش شرط ابدا تبقى حاجه مش حلوه، او حاجه الواحد ينفر منها لمجرد انها متكرره كتير ومعمول منها كتير قوي من زمان. لان طالما هي متكرره، طالما ناس كتير اتجهت ليها ومشيت على النهج بتاعها، ده معناه ان هي بتنفع وبتحل فعلا. مع اني بالعكس يعني بحب التميز جدا، بس في نفس الوقت ساعات انت لازم تلجأ ليها علشان تمشي امورك في حاجات وتجربها على الاقل، لان هي فعلا ساعات بتبقى مريحه. لما انا مثلا بتجه لحل تقليدي او لموضوع ناس كتير مشيت فيه واتحل، بيبقى فيه جزء برضو ستيل متضايق ان تقليدي ده ستيل برضو اللي حصل ده ناس كتير مشيت عليه وناس كتير عملته، فانت فين المميز فيك؟ رغم ان الموضوع ممكن يكون اتحل على فكرة، خلاص مفيش ازمة مفيش مشكلة. والموضوع ده بيبقى عيبه او من ضمن عيوبه، عشان كده احنا مش بنحب الحاجة تبقى تقليدية او كليشيه، ان انت يبقى انبهارك بنفسك مفيش، يعني انت حتى مش مستني حد من بره ينبهر بيك باللي انت عملته، مثلا بالمعاناة اللي انت خضتها فنجحت. انت حل، يعني الموضوع خدته بحل تقليدي، او الموضوع مشي بحلول تقليدية. حد من 100 سنة بيمشي على نفس الحل وبتتحل عادي. الحل اللي انت عملته او الخط بيه ده كله تقليدي، بشكل ان ابن عمة خالة سلفتك من 50 سنة حلها بنفس الطريقة، فانت مفيش جديد، فعنصر الانبهار بيفقد نفسه. فخلاص يعني بيبقى فيه سنة كده ان انت مش عايز اقول مستقل بنفسك، بس بتبقى حاسس باحساس سلبي مش ايجابي. وده طبعا مش بيبقى على الجميع، في ناس مش بيفرق معاها which is
مريح جدا اللي ما بيفرقش معاه ده، وفي سلام نفسي. فلو حصل وواجهت حاجة let's say مثلا جواز تقليدي، ماشي، ما فيهوش جديد، انت عارف السيناريو هيمشي ازاي، بس فعال لو ده اللي انت عايزه بجد. والله في خط تاني فيه ريسك وكرييتيف واحنا مختلفين عن الناس التانيين، نخوض فيه، فيش مشكلة، بالعكس اشجعه يعني. انا بحب الاختلاف كده كده، بس اهم حاجة ما يكونش بيأذي حد من حواليك، ما بيأذيش نفسك، ما بيأذيش الطرف التاني، ومش حرام. غير كده محدش هيقدر يقولك تلت التلاتة كام. انا من الحاجات اللي بخاف منها بصراحة تقليدية يعني الوظيفة التقليدية. وهتقول هي عبارة عن ايه؟ هقولك معرفش، بس اي حاجة تقليدية في الوظائف انا بخاف منها. اللي هو الحوافز وكلمة المرتبات والحوافز والقميص الكروهات المخطط ده ومدام سناء الدور التاني يعني عاملالي كابوس، يعني اللي هو لا، ومن 9 ل5 وانا من 9 ل4 بخاف جدا من الموضوع ده. في ناس ده بالنسبة لها هو النجاح، هو ده الراحة فيه، go for it لو انت شايف ده. بس انا كروان، مش كجوي، حتى كروان الانسانة مش الفنانة، الموضوع يعني أزمة بسببه. أنا لحد دلوقتي بشوف حاجات، يعني مش بستسلم أي وظائف تقليدية خالص، لا ما بعرفش، مش بعرف زي ما قلت لك، أنا بمشي من نفسي، هم اللي بيمشوني، رغم إنها كانت اللي أنا اشتغلته زمان، أو مش زمان يعني من فترة وجيزة، كان مش شغل تقليدي بالمعنى التقليدي، بس كون المكان ده مش مكاني، لا باي، مع السلامة. فاللي جاي اقول يعني ان مش شرط الحلول التقليدية تبقى وحشة لمجرد انها تقليدية او كليشيه، عادي. خد التجربة، كده كده محدش هيحكم عليك، انت اللي بتحكم على نفسك. حتى لو حد حكم عليك، مش انت الواصي يعني عليه، يعني هو ما يحكم، ما فيش مشكلة يعني. كده كده محدش لما بيجي ينام بيفكر فيك، يعني لما بيحط راسك كده على المخدة مش انت الشخص اللي بتيجي في دماغه خالص. عشان كده ما تاخدش اي حاجة على قلبك، يعني شايف ان الحل تقليدي، موضوع تقليدي انت هتمر بيه هيحل حاجة، او خلاص لقد نفذت حلول الارض، فمفيش مشكلة ان احنا نخوض بيها. المهم يعني انا في مسلسل بدأت اتابعه، مش هقول هو ايه علشان ما يتحرقليش، بس يعني هو قديم شوية، من 2011، ليه كذا سيزون، 12 سيزون تقريبا، وكل سيزون بيبقى ليه قصة، وهو امريكاني يعني. بس مش هقول لحد ما خلص على الاقل سيزون 1، لان خلاص فاضل في حلقتين، ولو اتحرق لي هتضايق قوي. هو مش وحش، حلو، بس في تويستات كده، في تويستات توقعتها، وانا بتضايق قوي لما بتوقع تويست قبل ما تحصل وتطلع بجد، عشان بتضايق، بحس ان انا حرقت على نفسي، واكتر حاجه بكرهها ان انا احرق على نفسي حاجه. وفي تويستات لا فاجئتني بصراحه، ما كنتش متوقعها. هقدر اقول لكم ان هو في ايفان بيترز بس يعني ده اللي اقدر اقوله، مش هقول اكتر من كده. انا بس هو غالبا تعرف يعني اللي هيحرق هيزعل مني، مش هعمل حاجه يعني، بس هحرمه من الترجيحات. المهم جينا الافضل فقره في الحلقه. بصراحه انا الفتره اللي فاتت شفت كذا فيلم او فيلمين، يعني مش عايزه اقول كذا فيلم، بس هو فيلمين لجاك نيكلسون كوميدي. بصراحه عجبني في الكوميدي، يعني الراجل ده مش شرط يبقى تراجيدي او يبقى راجل شرير، او الراجل ده بيعرف يعمل كل حاجه تقريبا، مش بيعمل حاجه معينه بس. فالنهارده هرجح فيلم من جاك نيكلسون، انا بحبه قوي، شفته 2 أو 3 لحد دلوقتي، كل ما بيتعرض بشوفه بصراحه لاني بحبه، والكلب اللي فيه عسول قوي قوي. فالنهارده ترجيحنا لفيلم السهره هو As Good As It Gets. الفيلم ده حلو قوي، خفيف، مش فيلم تقيل يعني خالص، والفايبس بتاعته حلوه. في فيلم تاني انا شفت ليه برضو بنفس الفايبس وكوميدي برضو شويه، لسه شايفاه، هتلاقيه اخر فيلم شفته على الليتر بوكس يعني، بس هبقى ارجحه في فيديو تاني يعني، علشان ايه ما احرقش عليك. بس ابتدي ب As Good As It Gets. بصراحه فيلم حلو قوي، ده اول فيلم اشوفه خفيف كوميدي لجاك نيكلسون، فكانت بصراحه بدايه موفقه. انا اتكلمت في الموضوع in general، علشان مش عارفه ايه اللي ممكن يبقى تقليدي انت شايفه من وجهه نظرك، فانا جبتها من بره كده، اتكلمت فيها بشكل عام من وجهه نظري اللي انت ممكن تتفق او تختلف معاها. بس
حاول عشان تعرف تطبق يعني الكلام ده على المشكله اللي انت شايفها. ممكن حد يختلف معايا، عنديش اي مشكله، بس ده اللي انا شايفاه لحد دلوقتي يعني واكتشفته. فبس كده، اشوفك الحلقه الجايه. stay safe. باي باي.